موعد من أيام الوطن مرة أخرى مشاهدينا متابعينا في ليلة كبيرة جدا وأمسية في استاد خليفة الدولي على موعد مع السيمي فاينل وخطوة واحدة تفصلنا عن الوصول إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب في مواجهة يخوضها أبيضنا الحبيب أمام منتخب المغرب الشقيق في ليلة من ليالي بطولة كأس العرب. هذا التجمع المونديالي العربي المصغر والرائع جدا وسط حضور جماهيري كبير جدا يتزين من خلاله استاد خليفة الدولي هنا بالدوحة. مشاهدينا طاقم تحكيم هذه المباراة أسكاس يقف إلى جانبهم كابتن منتخب الإمارات الوطني يحيى الغساني. كل التوفيق يا يحيى، لآمال تحيا، لإمارات نموت دائما لتحيا. مشاهدينا متابعينا يتواجد الآن ربيع حريمات أيضا اللاعب وكابتن المنتخب المغربي في لقاء بين الأشقاء مرة أخرى في كأس العرب. بالمناسبة هذه ثاني مواجهة تجمعنا مع الأشقاء المغاربة في بطولة كأس العرب بعد مواجهة جمعتنا في 88. يستحق والإمارات تستاهل. الكرة العرضية يا يحيى الغساني هذه أولى، ولكن الكرة بعد ذلك قبل التشكيلة. يحيى في صورة أولاريو كوزمان، ألقاب عديدة على مستوى الأندية، أنا تريد لقبا على مستوى المنتخب يا أولاريو. الكرة من يحيى الغساني فيها انطلاقة، فيها محاولة، فيها تمريرة من خيمة، استلم يا يحيى، لكن الكرة بعد ذلك من بوفتيني. يا بوفتيني نعرف قبل أن تبدأ هذه القمة يا خيمة عرضية، الكرة بعد ذلك تبعد في اللقطة الماضية والكرة بترجع مرة أخرى. نشوف ونتابع يا علي صالح. شوف علي صالح من دكة البدلاء تحمس، كان في بداية هذا اللقاء العرضية، لكن الكرة بعد ذلك بتتحول. شوف اللقطة، حكم المباراة إلى ماذا يشير؟ إلى ما بعينا 4 دقائق عرضية مغربية. أذكر السادة المشاهدين بأن المنتخب المغربي يملك أقوى خط دفاع في هذه البطولة، استقبل هدف وحيد فقط كان في مباراة جزر القمر الضيف الجديد الرائع في بطولة كأس العرب. والبدلاء طارق السيوداني في دكة البدلاء، وليد أزارو التصويبة يا ساتر، لكن حارس المرمى المقبالي. يا مقبالي نريد هدوءك وتركيزك. حاول في مكان سليم لمصلحة المنتخب المغربي. شوف النقلات، شوف التمريرات مغربية، فيها انطلاقة، فيها تمريرة، فيها تصويبة، لكن حارس المرمى حمد المقبالي. هذا ثاني تهديد المنتخب المغربي. شوف هذا أنس باش، شوف هذا أنس باش اللاعب الواضح في الصورة. احنا 3 و4 مجانبية، بعض الأخلاق غير الروح، لا بدون روح رياضية. الكرة بترجع مرة أخرى، تظهر مثل هذه الأمور لا يمكن حقيقة أيضا تحميمها أبدا. تتمنى بأن تشاهدها في مثل هذه التجمعات، تتمنى حقيقة أن تسود الروح الرياضية والأخلاق أيضا، والاعتراف دائما بانتصار الجميع في مثل هذا التجمع وهذه المشاركة. المنافسة مطلوبة، القتال مطلوب، الوصول إلى المباراة النهائية. منتخب المغرب أيضا في بطولة كأس العرب، والآن كرة عرضية مغربية فيها متابعة، لكن حمد المقبالي بيسيطر عليها. 11 دقيقة مرت من زمن شوط المباراة الأول لهذا اللقاء. الكرة بترجع مرة أخرى، لحظة وأوقات يلتف فيها جمهور. زحزوح مرر، الكرة بترجع مرة أخرى مغربية عرضية خطيرة روسية، لكن حمد المقبالي إنهم يقتربون من الخطورة أكثر. شوف هذا الزحزوح خطير في صناعة الألعاب، خطير في الكرات العرضية. نرجع لتصريح مدرب المنتخب المغربي، قال واجد في المباريات النهائية. آخر نهائي لمنتخب الإمارات كان في 2017 أو في 2018 كأس الخليج في الكويت، والعرضية، لكن برافو لوكاس بيمنتا، برافو لوكاس بيمنتا يبعد الكرة. آخر نهائي خليجي 23 في الكويت والخسارة أمام الكويت بركلات الترجيح. آخر لقب للكرة الإماراتية كان خليجي 21. أن الكابتن الكبير علي الحبسي أيضا يتذكر تلك المباراة. الكرة بترجع مرة أخرى، والكرة بتصل في مكان فيها مرور، فيها انطلاقة، فيها عرضية، برافو بومينتا. ولو أن المنتخب المغربي بدأ يوصل إلى منطقة شوية شكل خطورة.
يعني ما اتفقنا يا كوزمان. المنطقة صارت شوي خطرة، لأنك إذا توصل إلى منطقة الجزاء ممكن في عرضية، ممكن في هفوة دفاعية، ممكن في تصويبة، ممكن في ارتباك. هذا بنينتا موعد يريدونه للأحلام، والأبيض يريد تحقيقه. هنا الانطلاقة، هنا التمريرة، الله الله، التصويبة الأولى، الكرة والتهديد الأول يا كايو. كان في بالإمكان أفضل، كانت عندك المساحة، كان يحيى بجانبك، كان ممكن التسديدة تكون أكثر دقة. التركيز مطلوب. اخرجوا من السنغاري، نهائي بطولة كأس العرب، والكرة بترجع والتمريرة تأتي مغربية باتجاه أمين الزحزوح، خطيرة إلى الموسوي، عرضية، لكن الكرة بتتخلص من ساشا، والكرة بعد ذلك شوف الكرة فيها راية وتسلل، لكن التطويرات بعض الإضافات التي بإمكانها أن تضفي لمسات أفضل على المشاركات العربية وعلى المونديال العربي الرائع. الكرة بترجع مرة أخرى من جديد. خلونا نقول أن فنيا يعني ما كانت الكرة بترجع مرة أخرى، عرضية تصل الكرة، لوكاس بيفوتها، والكرة ما زالت خطير الضغط يأتي، ولكن برافو خالد الضنحاني، والكرة إلى خارج الملعب. خلونا نقول أن المستوى الفني في هذه البطولة يمكن له أن يكون أفضل، يمكن أن يكون أفضل لو كانت البطولة في توقيت أيضا يناسب، بأن تكون كل المنتخبات بتشكيلاتها الأساسية، بنجومها، بأسمائها، بلاعبيها، بفترة مونديالا تاريخيا في بطولة كأس العالم الماضية هنا في قطر، وتريد أن تستعيد لقب كأس أفريقيا. لكن الآن الكرة، الله الله، يا برونو اختر زاوية، يا برونو قمت بالصعب، اختر زاوية، مستحيل اللقطة. شوف المرور بعد التمريرة، شوف التصويبة، لكن الكرة وصلت إلى حارس المرمى، فرصة بتضيع. لن تكون الفرص كثيرة، يجب أن نستغل. شوف الحسرة، شوف ردة الفعل. معوضين، الكرة بترجع مرة أخرى، والكرة بتصل 25 دقيقة. عادة التين كانت في تصويبتين تخبرنا بأنه يمكننا أكثر يا خيمي، في مكان إلى الروبن، يلا يا يحيى، العرضية، الرأسية، الله. كرة بترجع مرة أخرى في مكان، راحت الكرة في الجهة اليسرى، عرضية، روسية، الله. المغاربة يتقدمون بهدف عن طريق كريم البركاوي كالعادة في مباراة كانت متكافئة، إلا أن المنتخب المغربي اصطاد لقطته وسجل هدفا هنا في هذه المباراة، بعكس أمانينا، بعكس انتظارنا، بعكس ما كنا نريده في هذا اللقاء. في الدقيقة 28 كرة عرضية، شوف اللقطة، شوف كيف يترك حمزة موسوي هنا بدون رقابة، بدون ضغط، يرسل كرة عرضية. شوف كريم البركاوي، شوف هنا يأتي بدون أيضا رقابة أيضا، ونجاح من جانب روبن، يرتقي هنا ويضع كرة. كريم البركاوي اللي يتواجد في فريق الظفرة وفي دورينا هو كريم أيضا، ويعرف لاعبينا، ويسجل هدفا على الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول. نتيجة 1-0، والكرة بترجع مرة أخرى المنتخب المغربي اللي صار أكثر سيطرة وأكثر استحواذا وأكثر تواجدا في ملعبنا الآن. والكرة بترجع مرة أخرى إلى أمين الزحزوح، خالد الضنحاني، والخطأ في اللقطة الماضية لا يمكن تركه في هذه الجاية. خالد انتبه، الهدف كان من هنا أيضا، وهذه اللقطة كان من الممكن المرور وشيء بعد ذلك قطع الكرة، وحكم المباراة يحتسب خطأ في هذا التوقيت لمصلحة المنتخب المغربي في هذه المباراة. 1-0، شيء من القلق بعد هدف أول، وكرة ثابتة خطيرة راسية. ساشا يبعد الكرة، تعود الكرة الآن باتجاه بلكسوت للمنتخب المغربي، خطيرة، تصويبة، الله يا المقبالي، شوف الزحزوح، وشوف التصويبة، وشوف اللقطة التي تحولت إلى ضربة ركنية لمصلحة منتخب المغرب الشقيق في تصويبة قوية كانت عن طريق الرقم 10
عن طريق الرقم 10، والكرة اللي تحولت بعد ذلك إلى ضربة ركنية على يسار حارس المرمى، والكرة العرضية. صاروا خطرين صاروا خطرين صاروا خطرين. تفوق الآن، تفوق نفسي، تفوق ذهني بعد أن سجلوا الهدف. سيطر الآن بشكل كبير، وصول إلى منطقة الجزاء. سفيان بفتيني، أوكي قلنا نعرفك يا سفيان، بس مو شوف هذه اللقطة مو تعرفنا هذا سفيان بفتيني. والكرة اللي إلى تحولت إلى خارج الملعب. ما زالت المحاولة، ما زالت التصويبة، لكن الكرة إلى خارج الملعب يا كايو لوكاس. هذه كرة كايو، الكرة اللي تحولت بعد ذلك إلى خارج الملعب في الفرصة الضائعة. نعم، الألقاب التي والإنجازات التي كانت للكرة الإماراتية أندية ومنتخبات، لكن الكرة إلى وليد أزارو، خطير وليد أزارو، عرضية ممكنة للمنتخب المغربي، تصويبة الله على ماجد. تعود الكرة مرة أخرى، يا يحيى أسرع في مكان إلى كايو، ولكن هناك خطأ لمصلحة كايو لوكاس، لمصلحة حارس المرمى الحارس المهدي بن عبيد، لمصلحة المنتخب المغربي. تقدموا بهدف، لم تكن الفرص كثيرة في الشوط الأول وإن كانت الأفضلية مغربية، لكن الآن التصويبة كايو لوكاس. فرصة كانت خطيرة في اللقطة الماضية، لكن الكرة تصطدم عن طريق اللاعب فيها نقلات، فيها تصويبة. الله مستحيل اللقطة، يعني فرصة كادت أن تقلب المباراة مرة أخرى، مش ممكن. شوف اللقطة، شوف اللعبة، شوف الكرة، شوف التيكي تاكا، عرضية روبن يصوب. هل كان متسللا كايو لوكاس؟ الكرة بعد ذلك والفرصة بتضيع. العرضية الراسية المتابعة يا يحيى، لكن الفرصة بتضيع، الكرة بتروح. منتخبنا أفضل الآن، منتخبنا أخطر الآن. يجب بأن تؤمنوا في هذه البطولة، بطولة كأس العرب، في النسخة 11 من البطولة، أطول من اللازم. الكرة بطول أفضل الآن هجوميا، المحاولة تصل العرضية، ولكن الكرة خاطئة بتعدي، تغير اتجاه الفرصة بتضيع. كان يمكن وما زال يمكن. يا بوفتيني، هل كنت أن تنسى لحظة أين تلعب؟ شوف اللقطة وشوف اللعبة، والكرة اللي كان ممكن تنتظر عرضية. والله مستحيل اللقطة، راسية كانت قريبة وكأنها لقطة دروغبا على الباير. يا للكرة، هل لمست العارضة؟ نعم لمست العارضة. شوف الكرة الراسية وشوف عرضية ممكن، المتابعة من أين يا يحيى، عرضية، ولكن الكرة إلى خارج الملعب. في اللقطة الماضية لسه فرصة ولسه إشارة الأوكي، لسه يحيى. منتخبنا الوطني أعطانا دقائق مشاهدين أفضل، دقائق أكثر إثارة، دقائق فيها بعض الفرص، بعض الآمال اللي عدل جلد الكرة في الجهة اليمنى، النقلات المغربية، العرضية، ولكن ساشا يبعدها. تذكروا أنهم سجلوا من أول فرصة لهم في الشوط الأول. برافو يا ماجد يا راشد، برافو يا يحيى، برافو يا خيلي. لا أسحبها يا خيلي، لا للاستعجال هنا. شوف اللقطة ما كان لها داعي جدا، مرورا بالجيل الحالي، لكن الكرة باتجاه بلكسوت. الحمد لله يا وليد أزارو، أنت تلعب معنا يا وليد أزارو، تذكر ذلك. شوف اللقطة، يعني كان متسلل شوي، كان متسلل أعتقد في اللقطة الماضية، لكن عرضية يا ساتر ورأسية من وليد أزارو، لكن مرت بسلام هذه اللقطة. هذه يا يحيى رأسية، ولكن الكرة من جنبتين، لأن اللي وصلوا الآن للسيمي فاينل هم المجموعة الثانية والمجموعة الثالثة. الكرة العرضية في مكان، الرأسية لمصلحة المنتخب المغربي. وليد أزارو في عليه دفعة في اللقطة الماضية. هذا وليد أزارو يريد أن يسجل أهدافا في هذه البطولة، علما بأن المنتخب المغربي سبق وأن قدم لنا هدف. عصام فايز إلى ماجد، صواب، لكن الكرة إلى خارج الملعب.
إلى خارج الملعب يا ماجد راشد. ما زالت فرص هنا تجعلنا نغير مواقعنا، لكنها لا تغير النتائج. والكرة بترجع في نصف الملعب. عادت الكرة عن طريق سفيان بوفتيني. الضغط الآن من جانب علي صالح، مهم الضغط. يحاولون إرسال كرة عالية طويلة، خطف الكرة، المرتدات الآن، المساحات الآن. يا عصام فايز صالح وريتشارد، واللاعب الآخر اللي هو سلطان عادل. خطوط بين الخطوط، عرضية لمين يا عصام فايز؟ المين هذه؟ مين يلحقها؟ شوف حارس المرمى نجح في استغلال بعض المساحات، ولذلك نشوف الان في نص الملعب اشرف المهداوي، ونشوف الان ايضا عبد الرزاق حمد الله اللي يشارك كبديل في شوط المباراه الثاني لمصلحه المنتخب المغربي. اسامه طلال في سنوات طويله ماضيه، لكن الكره من يحيى راسيه الان تاتي، لكن الكره بترجع مره اخرى. من يمكن له ان يحظى بمسيره رائعه فيما تبقى من دقائق منتخبنا الان؟ يا ريتشارد الله يا سلطان عادل، ضربة ركنية. عصام فايز الان يتقدم في مشيها، لكن اطول من اللازم. وصل الان ريتشارد، وبرافو ريتشارد يكسب ضربة ركنية. ما زال هناك امل، ما زالت هناك فرصة، ما زال هناك انتظار. جماهيرنا تتابع على تنفيذ ضربة ركنية بكرة عرضية راسية. التصويبة يا رب، المتابعة، لكن الكرة وصلت إلى حارس المرمى. الكرة أيضا تتلاعب بأعصاب الجميع يا خيمي ينتظر، يتأخر، خيمي يصوب. انظر هنا عبد الرزاق كنترول، بعد ذلك هتاخذ روحة للخطير عبد الرزاق حمد الله، عبد الرزاق استلم، عبد الرزاق سلم. المنتخب المغربي إلى المباراة النهائية بهدف سجله عبد الرزاق حمد الله بأهداف الآخرين. أشرف المهداوي يشرف على إنهاء هذه اللقطة ويصل ويقترب بالمنتخب المغربي للمباراة النهائية. هكذا يكون العقاب على الفرص التي تضيع هناك وتسجل هنا. هكذا تزداد حسرتك على الفرص التي لا تسجلها هناك وتستقبلها هنا. شوف عبد الرزاق، شوف الوتو، شوف النقلات، شوف أشرف المهداوي. هذا هدف سجل السكتاوي. البدلاء اللي نزلهم أشرف المهداوي لاعب فريق التعاون، عبد الرزاق لاعب فريق الشباب. النقلات، التمريرات، وهنا الإشراف على إنهاء هذه اللقطة بعد أن اصطدمت في المدافع وتحولت إلى منطقة. لكل جماهير الإمارات الوفية التي حضرت وتواجدت، وهنا فرصة أخرى يحسمون من خلالها كل شيء. عبد الرزاق حمد الله لا يشارك هنا إلا ليقوم بهوايته وينهي كل شيء بثلاثية نظيفة. مشاهدينا يصلون من خلالها إلى المباراة النهائية. صنع وسجل وأنهى كل الآمال، ووصلت المغرب مشاهدينا إلى نهائي آخر في تاريخها بحثا عن لقب ثاني في تاريخ الكرة المغربية. عبد الرزاق حمد الله الهداف الذي لا يجيد شيئا أكثر من ذلك، نعم، ولا يعرف دائما سوى تسجيل الأهداف في كل المناسبات. دقائق بسيطة لكي يتمركز، هفوة دفاعية، هذا الكارتي. كنا نتمنى على الأقل أن تكون الخسارة على الأقل بنتيجة 1-0، لا أن